جيرة الله لتاكل هالبلكون. بسوريا اتيكيت العزيمة مش كيف بنحط الشوكة والسكين ولا كيف بنقدم الأكل بالصحن. العزيمة هي إعلان حالة طوارئ. بتبلش العزيمة بإرهاق نفسي بعد ما تكون صاحبة البيت صار لها يومين بالمطبخ وموقفة كل البيت على إجر وحدة لحتى تلحق كل الأصناف المطلوبة، وكل البيت بيكون مستنفر أثناء تحضير الطاولة، وممكن يصير في دم للركب إذا حدا فكر ياكل شي حبة يبرق أو ورقة نعناع. وإذا مفكر إنه التوتر بيخلص بس يوصلوا الضيوف فأنت غلطان، لأنه صاحبة البيت بالذات بتضل على أعصابها لحتى تخلص العزيمة وهي عم تراقب إذا في شي ناقص أو شي بده تعديل. وأهم اتيكيت بالعزايم السورية هو الحلفان، وبصير في منافسة مباشرة لأجمل ما قيل بالحلفان. الهدف منه مش استعراض المواهب، الهدف منه هو تشجيع الضيف على الأكل. وهذا الطقس بيختلف من محافظة لمحافظة. مثلا الشوام بيقولوا لك علي الطلاق لتاكل هالكباي، أما بالسويدة وجيرة الله لتاكل هالبلكون. بس بيناتنا الحكي بالسويدة بيكون التشجيع أقوى، لأنه صاحب العزيمة بيضل عم يحارك ويقول يا حي الله يا حي الله، وما بياكل لحتى يخلصوا الكل أكل. وما بحكي لكم عن اتيكيت البلكوم الأخير وكيف أصحاب البيت بيكونوا حاطين كمية زيادة للضيف بصحنه وبيضلوا يصروا عليه لحتى يخلصوا كله، وهيك بعيش الضيف حالة صراع نفسي مع آخر بلكوم. ويلو معدته ويلو شو بده يتحمل حكي من صاحب العزيمة اللي بيعتبرها إهانة إذا ضل شي بالصحن، أو زعل صاحبة العزيمة اللي بتعتبر إنه الأكل ما عجبه. وبنجي لما بعد العزيمة معركة الجلي، لأنه غالبا إذا الستات هن اللي معزومين على العزيمة بينبرعوا كلهم لحتى يساعدوا بالجلي، وصاحبة العزيمة بتوقف على المجلى وبتعمل حارس وما بتخلي حدا يقوم بهالمهمة اللي رح تبلي حدا فيها بس يفله. وما بننسى كمية الأكل اللي بتزيد بعد هيك عزايم، لأنه أصحاب البيت احتياطا بيطبخوا 10 أضعاف كمية الأشخاص الموجودة. ليش ما بعرف. واللي بينحطوا على الطاولة بيكون في قدم بالمطبخ، بلكي صار التهام لكل هالكمية. وبراس مين بتقع هالقصة يا حذركن؟ براس اللي عايشين بالبيت اللي بيضلوا أسبوع ويمكن أكثر ياكلوا من نفس الأكل، هذا إذا خلص طبعا. بالنهاية هذا الاتيكيت هو اللي بيعطي لجمعاتنا وعزايمنا طعم ثاني، لأنه مو مجرد أكل، هو تعبير عن محبتنا وكرمنا المتجذر فينا حتى بأصعب الأوقات والظروف.